السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني مشاهدين قناة محمد العراقي. طبعا أخواني نزلت مقطع شلون استلمت بطاقة زين كاش. هسه أعلمكم شلون تعبوها أو تسحبون من عندها أموال. أخواني بعد ما عبيتوا المحفظة مالتكم فلوس تدخلون على ماستر كارد، حلو، وهاي البطاقة مالتكم. طبعا تدخلون على تعبئة رصيد، هاي إذا ردتوا تعبون البطاقة مالتكم تعبئة رصيد. طبعا هذا الدولار وهذا الدينار العراقي، شي تحبون تعبوها؟ دولار، دينار عراقي، بكيفكم. طبعا خلينا نقول دولار، تدخل القيمة مثلا خلينا نقول 10 دولارات، 10 دولارات قيمتها 13,700 دينار عراقي، وتعبيها. خلاص بس تختار الحساب وتختار المبلغ وتنطي إرسال، وتعبت عندك البطاقة. طيب شلون تحول من البطاقة إلى المحفظة؟ يعني ترجع فلوس من البطاقة للمحفظة، تضغط على تحويل إلى محفظة، هم تختار الدولار أو الدينار العراقي، تخلي المبلغ اللي تريد تحوله مثلا خلينا نقول 15 دولار، وتضغط إرسال وتحول عندك الفلوس عادي إلى المحفظة بهاي الطريقة. نعيد، تدخل على ماستر كارد، وإذا تحب تعبي البطاقة بس تعبئة رصيد وتدخل تدخل المبلغ، أو التحويل إلى المحفظة، ترجع الأموال إلى المحفظة. طبعا إذا تريد تحول الدولار إلى دينار عراقي أو تعبي دينار مو مشكلة. مثلا إذا أنت عندك بالمحفظة مالتك، مثلا عندك بالمحفظة مالتك دينار عراقي، تقدر تحوله دولار من الماستر كارد بكل سهولة. بس تدخل على تعبئة رصيد، تختار الدولار وتختار المبلغ وتعبيه دولار. تقدر يعني تحول الدينار إلى دولار والدولار إلى دينار بكل سهولة وبساطة.